فيديو النهاردة بقى من الحاجات اللي أنا شخصيا بحبها جدا، وشكلها بس لوحده كده بيخلينا في مود حلو. هكلمكم النهاردة عن فن الجورنال والمراسيل أو الجوابات الكرافت وكتابة اليوميات. وكمان هنعمل تكنيك حلو قوي وهو تعتيق الورق. هنستخدمه بأكتر من طريقة، فتعالوا يلا نشوف الأول هنعمله ازاي. هنستخدم أي نوع ورق عندنا، ممكن ورق أبيض أو ممكن نطبع عليه كلام بالفونت ده، أو ممكن صور أو طوابع بريد، وممكن ورق جرايد كمان هيبقى حلو قوي. هنستخدم بقى ورق مسطر، والورق المربعات كمان ده بيبقى حلو. واخر حاجة بقى واللي بحبها قوي هي المفارش الدانتيل دي، شكلها حلو قوي وفي منها اشكال واحجام مختلفة. انا بقى النهاردة هستخدم الشكل المدور الصغير ده. تعالوا بقى نبدأ. بصوا بقى، انا الاول طبقت الورقة بالشكل ده عشان ده بيدي تأثير حلو قوي لما نخلصها، وبعدين هفردها تاني وهحطها على صينية. اول طريقة بقى ان احنا هندهن بالفرشة كده السائل اللي هنستخدمه. نقدر نستخدم شاي او قهوة للتعتيق، لان هما لما بينشفوا على الورق بيدونا شكل الورق القديم ده. بالنسبة بقى لفن الجورنال، أحلى حاجة فيه إنه مش محتاج إننا نتعلم مهارة معينة. كل اللي بنحتاجه شوية ورق ونعبر بقى عن أفكارنا أو مشاعرنا أو نكتب يومياتنا. وكمان اللي مش بيعرف يرسم ممكن يستخدم صور جاهزة أو يطبعها. نقدر طبعا نستخدم الاتنين مع بعض، وكمان ممكن نكتب بخط الإيد أو نطبع ورق بالكلام أو الحاجات اللي احنا محتاجينها. نقدر كمان نستخدم صور فوتوغرافية أو أي حاجة تذكارية معانا. وكمان من الحاجات الحلوة أوي اللي نقدر نستخدمها هي الورد المجفف، ولما بنستخدمه بيبقى شكله حلو جدا. هنا بقى لما خلصت هعمل نقط كده من القهوة في أجزاء كده من الورقة، لما تنشف بتعمل شكل حلو أوي. تاني فكرة بقى إن أنا هعمل زي بقع كده في الورقة بشكل عشوائي ومش هلون الورقة كلها. حابة بس أقول لكم حاجة، إن أنا مش بعمل كوباية قهوة أو شاي مخصوص للورق ده. أنا بستخدم اللي بيتبقى من أي مشروب وأزود عليه شوية مية. حتى حبيبات الشاي أو القهوة اللي بتتبقى دي بحط منها على الورقة كده وبتدي شكل حلو قوي، وهوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. آخر ورقة بقى دلقت عليها القهوة كده وهوزعها على الورقة كلها. هسيب الورق بعد كده ينشف خالص في الهواء، وهيبقى كده بعدها جاهز للاستخدام. وهنا بقى زي ما قلت لكم حطيت من القهوة اللي بتبقى موجودة كده في الكوباية من تحت، وهوزعها كده على الورقة وهسيبها تنشف عليها، ولما تنشف هوريكم هنشيلها ازاي. وبما اني بقى من محبين الشاي بلبن فحطيت منه على المفارش دي. واحد كده هغطيه كله بالشاي، وواحد عملت عليه بقع، وواحد مش هغطيه كله بس هحط عليه كده من حبيبات الشاي وهسيبها تنشف عليه، وبعدين هبقى اشيلها في الاخر. وبس كده. دي اول مجموعة اللي حطيت عليها القهوة. هنضف كده الورقة بالفرشة او بمنديل، وشوفوا بقى شكلها بقى تحفة ازاي. واللي عملنا عليها بقع دي برضو شكلها يجنن. كمان المفارش اهي شكلها تحفة. طبعا الورق ده يا اما بنستخدمه كده على بعضه، او نكتب او نرسم عليه، او ممكن ناخد منه كده قطع بشكل عشوائي ونقطعها بايدينا، يعني مش بنقطعها بالمقص. دي بقى جوابات انا كنت عاملاها كده من كام سنة، وده ورق كنت طبع عليه كلام وكنت قطعته بالشكل ده. اما دي بقى بصوا كده على حلاوتها وجمال تفاصيلها. بعد ما طبعت عليها وعملت لها تعتيق بنفس الطريقة، عملت ألوان كده بس خففتها ولونت بيها وسبتها تنشف خالص، وبعدين رسمت بقلم اسود الرسمة دي. والحروف دي بقى أنا كنت حرقتها كده بالولاعة عشان تدينا التأثير ده. وهنا برضو كنت مقطعة قطع ورق عشوائية كده ولزقتها على الظرف. وبس كده، يا رب تكون الأفكار فادتكم، وإن شاء الله هنعمل كل فترة كده جواب أو صفحة يوميات أو جورنال، وهنستخدم أفكار وأدوات مختلفة. اعملوا بقى اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل الجديد، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتس.